السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه هنجرب فيديو جديد. ربنا ينصر اخواتنا في السودان وفي غزه ان شاء الله، وما ننساش ندعي لهم وخلينا مقاطعين ومكملين. قبل ما نبدا كده فيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي جايه، واللي بيتفرج من الفيسبوك لايك ومتابعه الصفحه. ويلا نبدا الفيديو. فيديو النهارده عن اكله من اكلات المحببه لنا كلنا تقريبا يعني، هو البيتزا والفطير اللي هو الشرقي الشعبي ده. النهارده معانا واحد من اقدم المطاعم في شارع فيصل، وهو مطعم بيتزا المهندسين. في الحقيقه انا بالظبط مش عارف بقاله قد ايه، بس اعرف ان هو من اقدم الاماكن. طبعا اللي يعرف اي حاجه اقدم منه يكتب لي في التعليقات، بس بصراحه انا عمري ما جربته، ودي اول مره هجربه. واللي حمسني كمان اكتر ان انا لقيت عرض، ودي حاجه ما تتفوتش. هو عرض اسمه عرض البيتزا، زي ما انتم كده شايفين في الصورة. هو عرض عبارة عن واحد بيتزا اللي هي الشرق السجق، واحد بيتزا ايطالي حاجة اسمها تشيكن بولو، وفطيرة حلو عبارة عن كاستر وكنافة وبسبوسة. وكل ده بكام؟ وده اهم حاجة يعني في الموضوع. كل ده ب 250 جنيه. طبعا سعر ولا في الاحلام. فانا قلت بالمره نجرب من عنده، هي اول مره، ونستفيد بالعرض ده ونشوف فعلا العرض يستاهل ولا لا. وادي الاوردر بتاعنا. هو جايب كده طبعا اللي هو علبة المخلل والحاجات اللي هي الحبشتكنات دي. تقريبا كان بيبقى فيها في بطاطس. البطاطس دي بتبقى حلوة أوي كده، بتبقى متبلة مشطشطة شوية كده، وحتة جبنة قريش. تمام، لا مش جبنة قريش، جبنة قديمة. وآدي تقريبا دي الفطيرة اللي هي الحلو. ده جايب علبتين مخلل. وآدي البيتزتين اللي معانا. ادي كده كل العرض اللي معانا. هو المفروض ان هو مكتوب ان الحجم هو الميديوم. الحاجه لسه دافيه كده. تعالوا نبدا باول حاجه معانا، وهي البيتزا الشرقي اللي بالسجق. والله شكلها يعني مشهي، بس حجمها يخض بصراحه يعني المفروض ميديوم. انا ما اعتقدش ان ده ميديوم خالص. ده الشكل زي ما انتم شايفين. انا بقى بصراحه بحب من المطاعم دي هي البيتزا الشرقي دي، بحبها اكتر من الفطير، لان الاضافات دي اللي على الوش برضو بتدي طعم كده، حرشنه كده. وعلى الوش كده زي ما انا شايف كده جبنه رومي وطماطم وفلفل وزيتون، وطبعا مضروبين في البيض كده، وبترش كده وبتسقسق على الوش كده بالخلطه دي، فبتدي كده نكهه برضو مع الحشو. فتعالوا كده نبدا ونشوف اول حاجه. خلينا ناخد من النص قطعه عشان تبان معانا كمية الحشو. طيب ادي قطعة كده. مبدئيا كده هي مش مزيتة قوي، والفطير جاي كده مورق. بصوا يعني مش خفيفة. يعني في مطاعم بتعمل الفطير ده بيبقى رقيق قوي يعني. وادي كمية الحشو بتاعت السجق. ده طبعا السجق اللي هو المفروم. تعالوا كده ندوق. الطعم بصراحة حلو قوي، وطعم الفطير برضو او خبزة الفطيرة حلوة قوي يعني. زي ما قلت لكم، هي في بعض الاماكن بتعمل الفطير ده رقة او اتنين بس، لا هنا الفطيرة فعلا مورقة فيها كذا طبقة، ومش مغطي على طعم السجق. وطعم السجق نفسه حلو، والطبقة اللي فوق دي او الخلطة اللي فوق برضو مديها طعم حلو برضو. فبصراحة فطيرة على قديمه. تعال نشوف كده ايه المخلل اللي جاي معاها. دي البطاطس اللي بقول لكم عليها. بطاطس كده بتبقى مكعبات، وفيها تتبيلة كده سبايسي شوية، حلو قوي. باين فيها طعم الثوم مع السبايسي كده. لا حلو قوي. وده المخلل بلدي. هو طبعا انا مش بقيم مخلل، بس في بعض الاماكن بتجيب يعني انواع رديئة شوية، بس لا النوع ده حلو قوي. في حاجة بقى انا بحب اعملها. شايفين الحتة الصفرة كده اللي في الجنب دي جبنة قديمة. انا بحب اروح واخد حتة كده من الفطيرة دي او البيتزا دي، واروح اعمل كده اهو. واديله. لا فطيرة او بيتزاية رجعت الواحد لزمان، مع اعتراضي على الحجم نفسه. يعني هم المفروض ان هم كاتبين حجم وسط، بس يعني لا الحجم صغير حبتين يعني. طب تعال نشوف
البيتزا الايطالي. طب دي حاجه اسمها تشيكن بولو ايطاليان تشيكن حاجه كده يعني. تعالوا نفتح كده ونشوف. اوه اوه اوه، حاجه بصراحه شكلها حلو قوي. يعني ادي الشكل. انا لما سألتهم ايه الصوص اللي بتحطوه عليها قالوا صوص رانش، فيعني شكلها كده متغرقة صوص كمان، وريحة حلوة. تعالوا كده نلحقها وهي سخنة كده. انا شايف عليها كده برضو خضار عبارة عن طماطم وفلفل الوان وزيتون، وطبعا الصوص من فوق، وتسوية العجين. يعني العجينة برضو صغيرة او رفيعة، والتسوية بتاعتها اهي. طبعا نفس التحفظ على الحجم. فتعالوا كده ندوق لان ريحة حلوة قوي. بسم الله. بصوا، هو كبيتزا ايطالي من مطعم شعبي لا بيتزا كويسه، وكواليتي الحاجه المعموله حلوه قوي. الفراخ مش متبله قوي، بس يعني ايه الحاجات الاضافات اللي معاها مديها نكهه كده ومساعده معاها كده، يعني ايه مطلعه الطعم النهائي الاجمالي. لا حلو بصراحه. طب يلا بينا بقى نشوف الفطير الحلو. طيب دي المفروض ان هي فطيره حلو، عباره عن فطيره بالكاستر وفيها بسبوسه وكنافه. طبعا تغليف زي ما انتم شايفين كده على قديمه شويه. بس ايه ده، انا كنت فاكر ان هم فيصل بس، طلع في المهندسين وفيصل وفي الهرم. ما شاء الله يعني توسعوا ما شاء الله. بصراحه يعني لحد ما لغايه دلوقتي يعني الدنيا حلوه قوي. فادي شكل. حاسس ان فتحت صينيه بسبوسه من بتوع زمان. طيب ادي شكل كده الفطير، مرشوش كده على الوش كمان شوية سكر كده بودرة. طيب تعال ناخد واحدة كده برضو من النص وندوق. بس هنا الفطير انا حاسس ان هي يعني ارق شوية، وزي ما انتم شايفين اهو. دي كده الحشو بتاعها بسبوسة على كنافة، بس ما اعتقدش ان في كاستر يعني. خلينا ندوق ونشوف. لا بصراحة دي يعني أقل حاجة ما حسيتهاش قوي يعني. يمكن جودة الكنافة والبسبوسة مش أحسن حاجة، والفطيرة نفسها ناشفة لأن هي رقيقة قوي. فطبعا ما فيش كاستر خالص يعني، مش حاسس بطعم كاستر ولا شايفه. فدي أقل حاجة جت في الأوردر نفسه. طيب خلينا كده ألم الدنيا وأقول لكم على الخلاصة. طيب هو كمطعم زي ما قلت لكم اقدم يعني، او من اقدم المطاعم اللي انا بشوفها في فيصل من طاير وبيتزا. فهو كجوده بصراحه لا جودته حلوه، وعشان كده اكيد مستمر يعني لغايه دلوقتي. فبالنسبه اللي جه النهارده كبيتزا شرقي اللي هي البيتزا السجق، بالنسبه لي هي كانت رقم واحد. وانا في النوعيه دي من المطاعم بفضل اللي هي البيتزا الشرقي، انا بفضلها كمان احسن من الفطير، او بفضلها عن الفطير. البيتزا الشرقي اللي جت تحفة قوي. السجق نفسه حلو ومحرشن كده، والطبقة اللي فوق بقول لكم بتدي برضه طعم، مع ان خبزة الفطير نفسها حلوة قوي. فالميكس كله كان جامد، واللي هي الحاجات اللي هي بتاعت الكيف بتاع زمان دي هي دي. اما بالنسبة للي هي البيتزا الايطالي، فيعني بيتزا ايطالي اديها مثلا 6 من 10. هي طبعا ظروف الدليفري وان هي على ما جت هنا تجهيز التصوير والكلام ده ممكن يكون خد نسبة كبيرة من حلاوتها أو جودتها، بس هو أعتقد يعني لو اتاكلت سخنة بتبقى أحسن من كده شوية. أما بالنسبة للحلو، فأنا عادة من الأماكن اللي زي دي لما بجيب حاجة حلو بجيب اللي هي البغاشة، يا فطير ولبن وسكر وشكرا. حاجة كده في السنبلة ولذيذة وبس كده. ده كان فيديو النهارده، فيديو كده سريع، قلت اما اطلع نشير مع بعض حاجة بحبها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي جاية. واللي بيتفرج من فيسبوك ما ينساش من لايك وشير، ويتابع الصفحة واكونت انستجرام هتلاقوا صندوق الوصف. تابعونا عليه، بتنزل حاجات مش بتنزل على اليوتيوب، وفي شوية فيديوهات كده قصيرة بحلاوة البيتزا الشرقي كده، ممكن تروحوا تتفرجوا عليها. واشوفكم فيديوهات تانية كتير. شكرا لكم، سلام.